الكلمة إلى السيد شادي دراجي صاحب السؤال رقم 619 فليتفضل. بانتشار ظاهرة المتاجرة واستهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية، كان في فترة سابقة سبقت إحالة مشروع قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية على البرلمان والمصادق عليه خلال جلسة 28 مارس الماضي فقط. السؤال تاعي كان الشهر في فيفري 2022، والحمد لله أن جزءا هام من شغال تم التكفل به من خلال نص هذا المشروع، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التدابير الوقائية والعلاجية وكذا حماية الضحايا والتكفل بهم من خلال تتبع خاص للمتهمين الأحداث والمراهقين الذين يتبعون العلاج المزيل للتسمم بإعفائهم من المتابعة والعقوبة في حالة متابعة العلاج. سيدي الوزير، أصبحت ظاهرة المتاجرة ومتعاطي المخدرات في العالم تمثل تحديا ملحا يهدد صحة سكان المعمورة وخاصة فئة الشباب، وبالموقع الجغرافي للجزائر المحاذي للجارة المملكة المغربية والتي تعتبر من أكبر منتجي وموردي القنب الهندي في العالم، وبالرغم من يقظة وكل جهود مختلف الأسلاك الأمنية المبذولة على طول الحدود وداخل الوطن، غير أننا نشهد انتشار رهيب لتجارة واستهلاك المخدرات بمختلف أنواعها، حيث تم خلال سنة 2020 حجز أكثر من 88 طن من القنب الهندي، منها حوالي 60% بغرب البلاد حسب حصيلة الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانه، بالإضافة إلى حجز أكثر من 6 ملايين وحدة من المؤثرات العقلية خلال نفس الفترة، دون أن ننسى العملية النوعية التي قامت بها مصالح الأمن الوطني عشية حلول هذا الشهر المبارك، والتي تمكنت من حجز أكثر من 1,600,000 كبسولة المؤثرات العقلية. سيدي الوزير، تضع الجزائر ضمن أولوياتها الأمنية محاربة تهريب المتاجر بالمخدرات، حيث عززت قوات حرس الحدود لمنع تدفق المخدرات خاصة في الحدود الغربية، كما كثفت الأجهزة الأمنية في مختلف المدن والتجمعات السكانية عملية مداهمة أوكار الجريمة والفساد. سؤالي سيدي الوزير، ما هي الإجراءات المزمع اتخاذها للحد من انتشار تجارة وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية بها وسبل التكفل بالمدمنين خاصة فئة الشباب؟ أود نشكركم على توجيه هذا النوع من الأسئلة الرامية لنشر الوعي حول هذا الموضوع الهام والحساس، ولذا يشرفني من مقام هذا إفادتكم بعناصر. سيد الوزير، إن هذه الكميات الضخمة المحجوزة تؤكد على وجود مخططات مدروسة لمحاولة إغراق البلاد بالمخدرات واستهداف فئة الشباب خصوصا، وهي استراتيجية تهدف إلى ضرب زعزعة واستقرار الجزائر بالدرجة الأولى. الكلمة إلى السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية للتعقيب. هو الكل يعلم أن الجزائر مستهدفة من قبل خاصة الجار الغرب، مع الأسف الجار السوء، ماذا بهم يعني يقيسوا فئة الشباب أساسا، راهم يعني هي عبارة على حرب، نقولها صراحة. لازم علينا احنا اليوم نعرف فين نواجهوها بالهيئات المختصة، ولكن بالمجتمع المدني كذلك بكل يعني الوسائل هنا وهناك. والآن ما اكتفوش يعني كان الحمد لله العمل الجبار اللي تقوم به مصالح الأمن والجيش الوطني الشعبي تحول دون يعني إقحام الوطن بهذه الآفة بهذه الآفات. إذا اليوم هم يشوفوا من مناطق أخرى، والكل يعلم العملية الكبرى التي تم الحمد لله التحكم فيها في المدة الأخيرة هذه. أنت أكثر من 1,600,000 مهلوس، يعني هم يديروا كل ما في وسعهم باش يخلوا الجزائر تتقاس في مجتمعها وأساسا في فئة الشباب. علينا نحن أن نتجند إذا محاربة هذه الآفة ومحاربة كل الذين يريدون الشر لبلدنا. الحمد لله فيه وعي كبير، وأرى نعمل جاهدين حتى نذلل من هذا الخطورة هذه، وحتى ربما إن شاء الله نتفاداوها بإقحام كل القطاعات، خاصة بالنسبة لفئة الشباب يعني المستهلكين اللي راهم يغرروا بهم، واللي ممكن التنظيم المحكم على مستوى قطاع الصحة ومستوى قطاع الشباب والرياضة إن شاء الله ننقذوا بعض من يعني شبابنا، ولكن نكملوا نواصلوا نعملوا جاهدين. بالنسبة